اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هعمل لكم حاجه بسيطه كده وسهله، كلها موجوده في البيت. هنعمل حاجه حلوه سريعه كده ترطب في الحر اللي احنا فيه ده. اظن كلنا ممكن يكون عندنا شويه كريمه باقيين مثلا عندنا في المطبخ. هنعمل بقى ايه؟ هنجيب مثلا نص كوب من الكريمه دي، نضربها مثلا مع كوبايه ميه بس لازم تبقى متلجه، ونص كوب سكر. ممكن بقى تعمليهم، انا عملتهم في الهاند بلندر، انتي بقى ممكن تعمليهم عادي بقى في الخلاط او كبة او بمضرب البيت، تضربيهم لغاية ما ايه الكريمة بقى ايه تتقل معاكي كده وتبقى متماسكة. تفضلي تضربي فيها لغاية ما تلاقيها اتمسكت معاكي. ولو عندنا بقى ايه بواقي مثلا بسكوت سادة بقى او بسكوت اوريو بقى اي حاجة، يعني مش لازم ترتبطي بحاجة معين. انا كان عندي بواقي بسكوت سادة وبواقي بسكوت اوريو. هاخد بقى ايه الكريمة دي اهي بعد ما تقلت. ولو عندك بقى منجاية مثلا ايه، هاخد من المنجاية دي واقطعها كده. وبعدين جبت بقى الكريمة وحطيت ايه البسكوت بعد ما كسرته، قلبته في قلب الكريمة كده لغاية ما تجانسوا كلهم مع بعض، ايه الكريمة بقى ايه اتغلفت بالبسكوت. افضل اقلب فيها كده كلها بحيث ايه ان الكريمة تخش في البسكوت كله بقى، ميبقاش فيه حتة ما فيها. اول ما تقلبوا بقى وتجانسوا كلهم مع بعض كده، اروح جايبه الايه اللي هي المانجايه اللي انا مقطعاها دي، وبرضه ايه احطها فوقهم، وافضل ايه اقلب فيها برضه لغايه ما المانجا تخش في قلب الخليط ده كله ويتجانسوا سوا مع بعض تاني. افضل اقلب بحيث ان ايه المانجا ايه تختلط بكل الخليط اهي لغايه ما كده اختلطت بكل الخليط. بقى اروح جايه ايه واخداها بقى ديت وجايبه قالب. القالب ده رحت جايه حاطه فيه إيه كيسه، وجبت بقى ايه قطع من الاوريو كده حطيتها تحت في القالب من تحت، واروح جايه حاطه فوقها الخليط. احط الخليط كله في القالب كله، وبعدين ايه افضل اسوي فيه اسوي بقى الخليط بقى كده ايه بحيث ان هو كله يتساوي مع بعضه، واروح جايه مدخلها التلاجة الفريزر. لو انت عايزه تحطيها في التلاجة هتفضل في التلاجة لغايه تاني يوم. عايزه تاكلي منها مثلا بعد نص ساعه ولا ساعه بكتير، تحطيها في الفريزر وتطلعيها تقلبيها وتقطعيها بقى وبالشوكة وبالهنا والشفا. هتعجب ولادك قوي بقى ما يبقوا جايين مثلا من الدروس بقى مثلا وعايزين ياكلوا حاجه مرطبه، دي هترطب عليهم هتبقى جميله ما شاء الله، هتعجبهم قوي. انا ولادي بيطلبوها مني على طول من يوم ما عملتها. يا ريت لو عجبكم الفيديو تضغطوا لايك وتشجعوني عشان وتعملوا الجرس عشان ايه يوصلكم كل جديد. شكرا ليكم ومتابعين. هي كده بقى يا حبايبي شكلها اهو بعد ما طلعت. انا رحت جايه قلبها قطع الاوريو بقى بقيت فوق، هقطعها بقى وياكلوها بقى بالشوكة كده، طعمها ما شاء الله عليه.